فلاح راح لجاره يطلب منه حبل عشان يربط الحمار بتاعه قدام البيت. جار قال له ما عندوش حبل، لكنه أعطاه نصيحة. قال له ممكن تعمل نفس الحركات حوالين رقبة الحمار وتتظاهر بإنك بتربطه ومش هيتحرك من مكانه. فلاح عمل بنصيحة الجار، وفي تاني يوم الفلاح راح لقى الحمار مكانه، راح مطبطب عليه وراح ياخده علشان يروح بيه الغيط أو الحقل بتاعه. لكن الحمار رفض، مرضاش يتحرك من مكانه. حاول بكل قوته إنه يحرك الحمار لكن من غير فايدة، لحد ما يئس من تحرك الحمار. رجع الفلاح لجاره قال له انصحني. قال له هو أنت تظاهرت قدام الحمار إنك بتحل الرباط؟ قال له لا، هو معلوش رباط اصلا. قال له ده بالنسبه ليك، انما بالنسبه للحمار الحبل موجود. الراجل رجع وتظاهر انه بيفك الحبل، فالحمار اتحرك مع الفلاح من غير مقاومه. مش عايزك تتريق على الحمار، بعض الناس بيكونوا اسرى لعادات او قناعات وهميه في دماغهم بتأيدهم، او افكار سلبيه جوه دماغه بتأيده طول عمره. كل اللي عليهم انهم يكتشفوا الحبل الخفي اللي هم ربطوه حول عقولهم وحول رقبتهم، ده اللي منعهم ان هم يتقدموا لقدام. فخد بالك انك تكون اسير فكره انت اللي صنعتها بنفسك، متخيل انك معاق او مش قادر تنجح في حياتك. في نفس الوقت لو فكيت القيد ده هتنجح، تبقى احسن واحد في الدنيا. اشتركوا في القناه واستنوني الفيديو الجاي. سلام عليكم.